أحبائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد للمحبين المتابعين، مجموعة حالات جميلة هذا الأسبوع. أول حالة من حالات الأسبوع طبعا كانت حالة البوستيريور انسفالوسيل، واضحة خالص وحازة الإعجاب برضو. بوستيريور انسفالوسيل واضح جدا مع ديفكت محترم في الأوكسيبيتال بون من غير ميكل جروبر، يعني الكدني كويسة. طيب نكمل. تاني حالة من حالات الأسبوع كانت تاني حالة من حالات الأسبوع اهي abdominal cystic lymphangioma، برضو دي يعني حازت التعليقات كتير جدا. abdominal cystic lymphangioma midline مش واخدة كلر و multiple cysts بالمنظر ده كده، فهي cystic lymphangioma مش mesenteric cystic lymphangioma. it's rare. ان شاء الله اقول لكم على البوست نيتال فولو اب بتاعها. cystic lymphangioma احفظ الشكل ده انك مش هتشوفه كتير، it's rare يعني. طيب نكمل. بعد cystic lymphangioma الحالة دي برضو مهمة جدا جدا جدا. الحالة دي بقى مهمة احنا 15 اسبوع، وفي طبعا موجود عند النك dilated jugular lymphatics بالاضافة الى كوريو امنيوتيك سيبريشن محترم. 15 اسبوع وما حصلش كوريو امنيوتيك سيبريشن، دليل يمكن واضح جدا ان هيحصل كروموزومال انوماليز. عشان كده لازم نعمل فيرزر جينيتك تيستنج للحالة دي. وبرافو على الدكتورة اللي خدت بالها، دكتورة مها على الفيسبوك، اشكرك. خدت بالها كنت مستني حد ياخد باله ان موجود في واحد من اللمبات كلابنج في كلاب فود. فهل في رابشر امنيون معاها؟ والرابشر امنيون هو اللي عامل التربيليتي البسيطه اللي موجوده بره دي، اللي هي ممكن تبقى مع الكوريو امنيوتيك سيبريشن. الحاله دي مهمه جدا، يمكن من اهم الحالات السنه دي. كوريو امنيوتيك سيبريشن محترم ودايليتد جاجولار ليمفاتكس ومشكله في اللب، ويا ترى في رابشر امنيون ولا لا. وفي النهايه هنطلب من الحاله فيرزر جينيتك كونسلنج او جينيتك تيستنج او امنيوسنتيزيس، لان هي 15 اسبوع، فالاحسن نعمل الايه الجينيتك تيستنج. حالة من حالات الاسبوع بتاعنا كانت حالة الاكسترا لوبر بالمونري سيكوستريشن. طبعا شفنا زيها مع بعض كذا حالة، بس اهي ماس وهي عليها مقالة الاسبوع النهاردة. الالترا بوست بتاعنا موجود في طبعا اصلاح في الويب سايت، وان شاء الله يبقى اب راننج النهارده او بكره، وهتعرفوا تشوفوا المقالة. شكرا دكتورة علاء، نبهتني من المشكلة في الويب سايت، وان شاء الله تتظبط. اهي الاريا اهي اكسترا لوبر بالمونري سيكوستريشن فيرسس ادرينال نيوروبلاستوما. ويا ريت تشوفوا الويب سايت والمقالة، وبرضو هتنزل على في مقالة الجمعة ان شاء الله. شكرا جزيلا، وأراكم على ألف خير الجمعة القادمة.